صراحة هاد اللقطة هادي كتبين لك واحد الجودة في التصوير ماشي عادية، واللي تفرج يكون عارف هذا الكان، واللي متبع هذا الكان يشوف الجودة مفرقة على بزاف ديال الكؤوس الافريقية اللي دازوا، خصوصا الماتش ديال الاول ديال المغرب، والماتش الثاني ديال المالي وزامبيا في كازا، والماتش الثالث ديال انغولا وجنوب افريقيا في مراكش. وحاليا راه لاعب المنتخب المصري يدرب منتخب زيمبابوي في اكادير. صراحة واحد الجودة في الملاعب وفي التصوير. وابار هادشي هذا حنا كنشوف هذه اول مرة يكون 9 ديال الملاعب في بطولة افريقية في كأس افريقيا، اول مرة في التاريخ. صراحة بنية تحتية عالمية كما شفنا البارح في الرباط، الشتا كيطيح والمسائل، والكامبو بقى كما هو واقف، بقى كيلبي طلبات اللاعبين. واش هذا كامل كيدير واحد الجو اللي كاين ماشي عادي. ابار بزاف ديال الناس كيقول لك راه الجو اللي كاين في المغرب صراحه راه كاين احسن من بعض البلدان في اوروبا صراحه. ابار ديك الاجواء اللي كاينه في افريقيا، في الادغال الافريقيه اللي كنشوفوها هنايا، اللي واحد الاجواء كتكون حاره، الحراره، الجو سخون، فهمت؟ كاين بزاف ديال الاحوال. ولكن حاليا كنشوفوا واحد الجوده في الملاعب تبارك الله وما شاء الله عليهم ماشي عاديين. وفي التصوير كذلك واحد التصوير اللي ماشي عادي. وكما قلنا الكامبوات السعود ديال الكامبو هذه اول مره كتوقع في التاريخ كاس افريقيا. انا من بديت كنتفرج كاس افريقيا ان شاء الله ابار بلي مغربي، ولكن والله ما شفت شي جوده في التصوير بحال اللي كاينه حاليا، او لو جوده في الملاعب. واش هذا مازال ملاعب، مازال الملعب ديال طنجه ما بانشي، ومازال ديال فاس، ومازال ديال البارد في الرباط، شي جوج مازال ما بانوش في الرباط.